طيب تاني فيز المريضه دخلت معايا جوه عشان نسحب العينه او دخل معايا جوه. انا بعمل ايه؟ براجع التحاليل. فوانا براجع التحاليل انا شخصيا كنت بسحب في المعمل خلاص. وطالبه انا كان عندي فيتامين دي ديفيشنسي وخدت فيتامين دي وانا عايزه اتابع بالكالسيوم، يعني انا بعمل الكالسيوم دلوقتي جايه اعمل الكالسيوم. فلما دخلت مع الدكتوره جوه فلقيتها بتقول لي ايه؟ بتقول لي هو حضرتك بتعملي الكالسيوم ليه؟ قلت لها عشان كان عندي نقص فيتامين د والكالسيوم كان بوردر لاين. قالت لي طب حضرتك مش بتعملي فيتامين د ليه؟ قلت لها يعني ما يعني مش عايزه اعمله دلوقتي. طب اخدتي علاج؟ قلت لها اخدته. قالت لي طب ما حضرتك لازم تتابعيه لانه فيتامين د لو عالي يعمل حضرتك مشكله. ولازم نبقى عارفين الليفل بتاعه بعد العلاج وصل كام عشان ما يعلاش زياده. طب انا عارفه كل الكلام ده وعارفه ان انا مش هعمل فيتامين د. بس انا مش عايزه اعمل فيتامين د، لكن اقصد ايه، هي عملت معايا ايه؟ هي اتكلمت معايا، انا كنت مبسوطه جدا وهي بتتكلم معايا وبتسحب لي في نفس الوقت وبتعرفني على نفسها، يعني كانت شخصيه لطيفه جدا. فهنا ده كوميونيكيشن. ممكن انا اقول لها اه تصدقي معاكي حق، طب خلاص انا هزود فيتامين د. تخرج ايه لزميلها بره الريسبشن تقول له ايه لو سمحت زود للحاله دي فيتامين د. آه، بتحصل طبعا بتحصل، وبتحصل احيانا كمان ان هي كانت ماشيه في سكه. يعني مثلا جايه بتشتكي من مشكله او الدكتور تحاليل وبالمره هي عندها شكوى. لما انت بتفتح معاها كلام جوه في اوضه السحب بتروح قايل لك طب انا دلوقتي عندي مغص متكرر عندي معرفش، طب تفتكر اعمل ايه؟ هنا في لحظه السامبل كولكشن دي لحظه جميله جدا بتساعدنا جدا جدا ان احنا نقدر نبروموت تحاليل للمريض. اخر مرحله زي ما اتفقنا والمريض